بيبدأ الأنمي بتاعنا بعربية بتمر تحت لمبة بتطلع نور ده بتقف جنب موتوسيكل مركون في حتة فاضية في النص، وراجل بينزل من العربية عشان يفحص الموتوسيكل ده. وفي مكان تاني شخص اسمه آوي بيحط تايمر وبيستنى، والراجل بيتسلل في الشوارع المليانة ضباب وهو بيدور على حاجة. بعد كده بيطلع مسدس من ايده وهو بيقرب من كوبري صغير بيودي على نور آوي. جوه البرج ده بيمشي في ممر لحد ما بيوصل. آوي بيعزف على كمان بشكل وحش قوي فوق حافة، والراجل ده بيمسك ودانه من الألم وبيطالب قوي يبطل. وهنا قوي بيسأله ليه ما بيسلمش عليه بعد كل الوقت اللي عدى ده، والراجل كان بيسأل قوي ازاي عرف انه كان بيترصد، وقوي بيتفادى السؤال وبيسأله ازاي الناس ما عرفوش انه كان بيحقق وراهم. فبيسأله هو انت يا قوي من الجيش الياباني، وقوي بيتريق عليه وبيقوله انه كان بيترصده علشان يوصل للزعيم الحربي زونج وو ليو. بس بعد كده قوي بيطمنه انه جاي بس يحقق في خطف رئيس مجموعة كابو راجل كبيرة، وبيقوله يمشي لانه على الاغلب مش متورط وبيعمل شغل ضعيف في التربص. لكن الراجل بيتضايق اكتر وبيسحب المسدس لانه لسه مقتنع ان قوي عدو لزونج وو ليو. لكن قوي بيحاول يقنعه وبيأكد له انه مش كده، بس الراجل بيضرب نار وقوي ساعتها بيتفادى الرصاصة، والراجل بيضرب تاني بس الرصاص ما بيأثرش فيه. وفجأة هو وقاوي بيتنقلوا الشباك على جنب المبنى، وقاوي بيمسك ايد الراجل عشان ما يقعش وبيبص تحت، والريح جاية من كل مكان والعربيات بتمر في الشوارع. فبيخاف وبيسأل قاوي لو هو شيطان، لكن قاوي بيسأله ليه بيفتكر انه عدو، بيقول له انه بس عايز يتكلم. فالراجل بيوافق. ساعة برج بتدق في نص الليل، يوكينا بتتجرى على عربية ريكشا بواسطة ناتسومي بتوصف مدينة شنغهاي إنها مدينة جديدة وجميلة بس ملخبطة ومتطورة زيادة وبتعتبر مدينة الشيطان. بيوصلوا المكان ضلمة وناتسومي بيبص على صورة لرئيس مجموعة كابوراجي وبيقول إنه مش قادر يأكد لو هو قريب، بس بيقول إن في عربية جاية ناحية. الشرطة العسكرية بتبقى موجودة في المكان هي كمان، بس مش جايين عشان يساعدوهم. كازورا بيقول للكل يفضلوا في مكانهم وبيتسائل ليه قوي ما وصلش معاهم لحد دلوقتي. بعد كده بيسمعوا طلقات نار جاية من بعيد، وناتسومي بيقول ان واحد من الشرطة العسكرية اتضرب. بعد كده عربية بتجري بسرعة من جنبهم في الزقاق وبتكمل في الشارع وبتدوس على ريكشا، وناتسومي مش قادر يأكد لو كابوراجي كان في العربية دي. كازورا بيجي بعربية تانية وبيقول لهم اركبوا بسرعة مفيش وقت. بيطاردوا العربية اللي بتجري في الشوارع وبيهربوا من الحوادث بصعوبة لحد ما بيوصلوا لخليج سوتشو. لما بيوصلوا هناك العربية بتبقى مركونة بشكل غريب جنب مبنى. يوكينا بتجري تفتش بس كازورا وناتسومي بيقولوا لها توقف. بتحاول ترجع بس العربية بتتفجر قبل ما توصل، فناتسومي بيجري على طول عشان يشوفها وبيلاقيها نجت من غير أي إصابات كبيرة. وفجأة قوي بيمر من جنبهم على الموتوسيكل اللي كان فيه في الأول فوق النار وبيلف الزاوية. كازورا بيتبعه بس بيوقف لما بيشوف راجل بيخبي كابوراجي تحت مركب مغطاة بقماش في خليج سوتشو، فبيجري للرصيف وبينط في المركب، بس واحد من الرجالة بيزقه بره، فبيتعلق في حبل متوصل بالمركب بس بيشدوا عليه المسدس، أو بيعمل نطة بالموتوسيكل من فوق الكوبري عشان يوصل للمركب، وبيوصل وبيرمي واحد بره وبيكسر القماش. كازورا بيتعارك مع الراجل التاني وبيخليه يسيب المسدس، وقوي بيفتش تحت القماش عشان يلاقي كابوراجي، بس بيلاقي مسدس تالت بيضرب عليه. الوقت بيبطأ زي ما يكون، والرصاصة بتغير مسارها في الهواء وما بتسيبوش في النهاية. وفي وسط الارتباك ده قوي وكازورا بيخلصوا على الاتنين، وقوي بيوري كازورا الراجل اللي تحت القماش وبيقوله انه مش كابوراجي. كازورا بيقول ان الراجل ده كان فخ وكابوراجي في مكان تاني، فقوي بيبص على ساعته وبيقول ان وقته خلص، وكازورا بيسأله ليه خرج بره الخطة. فقاوي بيقول انه كان عارف انهم هيستخدموا النهر عشان يهربوا، بس كازورا بيوبخه جامد برضه عشان يتصرف لوحده. قاوي بيسأل كازورا ليه ما استخدمش قواه وبيقوله ان الموقف ما كانش يستاهل، وكازورا بيقوله انه بيستخدم قوة كمان لما ما يكونش فيه خيار تاني. بعدين الأربعة بيقابلوا شينيتشيرو عشان يلعبوا لعبة تحت مظلة، بيسألهم ليه فشلوا في المهمة، وكازورا بيقول انهم متوقعوش ان الشرطة العسكرية تكون في المكان اللي كانوا متوقعين يلاقوا فيه كابوراجي. شينيتشيرو بيقول لهم انه لسه مكسبش ثقة الجيش وبيشكك في ثقتهم في بعض كمان، وبيسأل يوكينا
ايه المعلومات اللي جمعتها من التلات رجالة اللي قبضت عليهم قبل كده؟ يوكينا بتفتكر ان كابوراجي اتنقل لمقر عسكري من مقرات زونج، وشينيتشيرو بيتفاجئ وبيقول ان جيشه هرب الشهر اللي فات ومحدش شافه من ساعتها. يوكينا بتقول ان كابوراجي اتاخد لحصن على ضفة نهر شرق نانكينج، حيث قوات زونج واليو الرئيسية اتجمعت، بس مش متأكدة لو ده المقر الرئيسي. وشينيتشيرو بيقول للراجل اللي وراه يفضل يحتجز التلات رجالة، وقوي بيقول ان ناتسومي أكد ان كابوراجي كان في الحصن اللي يوكينا شك فيه. شينيتشيرو بيقول ان زونج وليو غير طلباته في المفاوضات، وكازورا بقى مستغرب، بيقول ان ليو كان طالب ان الجيش الياباني يتسلح بالكامل، وشينيتشيرو بيقول انهم دلوقتي عايزين فلوس بس. فقاوي بيسأل ليه ليو غير رأيه، وشينيتشيرو بيشرح ان ليو خطف كابوراجي عشان يجيب سلاح احسن، سلاح يقدر ينافس قوة الحزب القومي. فقاوي بيفهم الحكاية وبيقول إن ليو غير طلباته عشان زهق من اليابانيين اللي مرضيوش يدوا سلاح. فكازورا بيقول إن شراء سلاح من الأمريكان أو الأوروبيين هياخد وقت كتير، وبيقول إن الخطة دي فيها عيوب واضحة. فشينيتشيرو بيقول إن آرائكم انتوا الاتنين صح، وبيشرح كمان إن ليو مش عايز الفلوس من عيلة كابوراجي، عايزها من الحكومة اليابانية. فكلهم بيبصوا لبعض بقلق، وقوي بيقول إن المهمة دي هتكون متعبة جدا. لكن شينيتشيرو بيطمنه وبيقوله ما يقلقش، طالما هيرجعوا كابوراجي كل حاجة هتتحل، وبيقول لهم ان الشرطي العسكري اللي اتضرب قبل كده مات، وان لازم ياخدوا بالهم عشان قدامهم مهمة صعبة. شينيتشيرو بيلاقي ده مضحك وقوي هو كمان، وبيضحكوا ضحكة غريبة ومتقطعة مع بعض. بعد كده ناتسومي بيشرح انهم هيضطروا يواجهوا فرقة من 2000 واحد، وقوي بيقول إنهم على الأغلب هيبقوا مستخبيين في الغابة على الخليج مش بس في الحصن. ناتسومي بيشرح إنه لقى ممر هروب تحت الأرض، بس ما ينفعش يستخدموه عشان الجيش بيستخدم البناء اللي بيوديله، وهو بعيد كمان عن مكان كابوراجي. بنلاقي كابوراجي في الدور التاني وفي 2 حراس بيراقبوه، وقوي بيقول إن ده مش قلقه. على الحيطة اللي بتواجه الخليج 2 حراس بيسمعوا طلقة نار من بعيد وبيستخبوا، وبيبقوا مش عارفين مين اللي ضرب، بس مقتنعين انه مش مجرد صياد. ناتسومي بيعبي بندقيته في الغابة عبر الخليج من ورا شجرة، وبيصوب عشان يضرب الطلقة التانية. الطلقة بتوصل جنب الأولانية على سطح الحصن، الطلقتين بيسيبوا سائل أصفر غريب. في طيارة بقى قوي وكازورا قاعدين في سكوت، وقوي بيتكلم عن الضلمة اللي بره، بيقول إن الضلمة والارتفاع بيفكروه بكتاب لإيدو جاوا رامبو اسمه المراقب في العالم. وكازورا بيقول له إنه عارف الكتاب ده، أو بيتفاجئ، بس كازورا بيقول له إنه بيكره القصة. بيقول له إن الراجل اللي كان بيبص على الأوضة التانية من حتة عالية كان حاسس إنه أحسن من المستأجرين التانيين، وبيتساءل ليه الناس بتحب تكون عندها ميزة على خصومها، وبيؤمن إن قتال مكافئ بيكون ليه معنى أكبر. قوي مش مصدق إن ده السبب اللي بيخلي كازورا ما يستخدمش قواه، وكازورا بيقوله إنه بس بيستخدمها لو حياة زمايله في خطر، وإنها مش مفيدة زي ما قوي بيعتقد. يوكينا وناتسومي لسه في الغابة والليل نزل عليهم. يوكينا بتحط ايدها على ايد كتف ناتسومي وبتبص لفوق، بتشوف طيارة قوي وكازورا، الاتنين بينطوا بيفتحوا مظلاتهم وبينزلوا من غير ما حد يشوفهم على السطح اللي فيه السائل الأصفر اللي دلوقتي بيضوي بلون أخضر فلوريسنت، وده كان هدفهم للهبوط. ويوكينا بتتنفس الصعداء. ورا الحيطة قوي وكازورا بيتنكروا وبيتكلموا بالصيني، وهما بيعدوا من جنب الحراس الكتير اللي واقفين، ويوكينا بتديلهم التعليمات عن طريق نقل الأفكار. وبيوصلوا للبناء اللي محجوز فيه كابوراجي، وبيعدوا من جنب الحراس الاتنين وهما متخفيين كأنهم بيوصلوا أكل. بيطلعوا السلم وبيدخلوا أوضة فيها راجل عجوز لابس بدلة وبيدخن سيجار. كازورا بيناديه بكابوراجي، وقوي بيقوله إنهم جايين ينقذوه، رغم إن كابوراجي شكله مش مرتاح هنا، وبيقول لهم إنهم كانوا لطيفين معاه بشكل غير متوقع. فكازورا بيسأله لو عمل صفقة مع زونج ووليو، وكابوراجي بيقوله إنه ما كانش عنده خيار تاني. فقوي بيسأله لو هو اللي اقترح على ليو يغير طلباته، وكابوراجي بيقوله تاني إن ما كانش عنده أي خيار. وهنا قوي بيتهمه إن هو اللي رتب لشركته تجيب سلاح لليو، وكابوراجي بيبصله بغضب. وهنا قوي بيقوله إنه معجب إزاي كابوراجي قدر يحول الموقف ده لصفقة بيزنس، بس بيقوله إن في ناس كتير بره زعلانين عشان اتسابوا بره الصفقة دي، وبيفكر في الراجل اللي كلمه في الأول. وهنا كازورا بيقول
إن فصيل زونج ووليو على وشك الانهيار، وبيقول لكابوراجي إنه اداهم سلاح زيادة هيطول الموضوع من غير داعي وهيزود الخسائر. فكابوراجي بيسألهم هم مين، بس هم ما بيردوش عليه. قوي بيطلع مهدئ مخبيه في طبق الأكل اللي جابوه، وكابوراجي بيحاول يجري بس كازورا بيضربه، وبيشيلوا هما الاتنين وبيعدوا من جنب الحراس وكأنهم واخدينه للدكتور، وبيقولوا إنه أغمى عليه لوحده. يوكينا بتقول لهم إن فرقة الأكل الحقيقية جاية دلوقتي ولازم يتحركوا بسرعة. وفي اللحظة دي جرس إنذار بيرن والجنود بيبتدوا يجروا، وقوي بيتساءل ازاي عرفوا بالسرعة دي. يوكينا بتقول لهم يوصلوا لحيطان الحصن عشان تقدر تساعدهم، وفي طريقهم بيلاقوا زاوية فبيستخبوا فيها، لكن في النهاية بيضطروا يواجهوا. فقوي بيستخدم قواه فبيضيع جزء منها ممكن يحتاجها بعدين، وكازورا بيتهمه انه بيعتمد عليها بزيادة. قبل ما يوصلوا هما الاتنين لحيطان الحصن مجموعة حراس بتحاصرهم، وناتسومي بيسحب مسدسه تاني وبيفجر شنطة سابوه على السطح بعد ما نزلوا عشان يعمل زي إلهاء كده. وقوي بيستخدم آخر قواه عشان يصد الرصاص، وبياخد سلاح بعض الحراس، بينما كازورا بيحمل كابوراجي وبيهرب بيه. قوي وقته بيخلص وبيقفلوا على نفسهم جوه، والحراس بيحاولوا يكسروا الباب، وفجأة متفجرات بتنفجر بره البناء اللي مستخبيين فيه. وناتسومي بيقول إن ده هجوم حقيقي غارة من العدو. الحراس كلهم بيخافوا وبيتراجعوا. الحزب القومي أخيرا لقى المكان ده، ويوكينا بتقول لهم إن مخرجهم اتدمر من الانفجار، وقوي بيطالب كازورا يستخدم قواه دلوقتي لأن مفيش وقت قدامهم. بيقول له ينزل غروره عشان الفريق محتاجه، وكازورا في النهاية بيوافق، وبيقول له إنه محتاج بس حاجة يركز عليها. كازورا بيمسك كابوراجي وقوي وبينتقل بيهم فوق الحيطة، بيدور على نقطة التركيز عبر الخليج، ويكون بتكون عربيتها منورة. كازورا بينتقل قدام العربية بس بيتكعبل وبيتدحرجوا على تل. الجيش القومي بيكمل تدمير حصن ليو. قوي وشينيتشيرو بيتكلموا جنب أعمدة، وقوي بيسأل لو شينيتشيرو هو اللي قال للحزب القومي على مكان الحصن. شينيتشيرو بيقوله إنه عمل كده عشان ليو كان مزعج للحزب القومي، فكان عارف انهم هيهاجموا كده كده. قوي بيشير ان الحكومة اليابانية عندها علاقة متوترة مع الحزب القومي، بس شينشيرو بيطمنه انه ما خرجش اي معاهدات وطنية، وبيقول ان هدفه بس السلام في اسيا. فقوي بيتساءل لو شينشيرو كان عايز اي حد شافهم بيستخدموا قواهم يموت. شينشيرو ما بينكرش ده، بس بيقول ان قواهم سر حكومي. فقوي بيعترض، بس شينشيرو بيقول له ما يعملش كده، وبيقول ان اللي حصل كان لا مفر منه. وبيقول لقوي ان الرجالة اللي ماتوا كانوا لسه جنود عارفين هم داخلين على ايه، وبيقول ان افعالهم اثبتت قيمتهم للرؤساء بتوعهم، وبيسميها حالة كل طرف ربحان. قوي بعد كده بيديله مستند من كابوراجي وبيثبت انه كان ناوي يستخدم شركته عشان يبيع سلاح لليو. وشينيتشيرو بيتساءل ليه قوي اداله المستند ده، فقوي بيشرح انه مش محترم قلة ولاء الكابوراجي وكان بيبيع سلاح للطرفين. في النهاية الاتنين بيضحكوا واخيرا بيودعوا بعض.